السلام عليكم يا اخواتي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا جاي اتكلم النهارده عن احداث اللي حصلت بعد مباراة شباب بلوزداد. طبعا خلص الماتش زي ما احنا عارفين، والنادي الاهلي فاز الحمد لله بنتيجة 6-1 على نادي شباب بلوزداد، وقدر ان هو يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط. ولكن اللي جاي اتكلم فيه النهارده، بعد ما الماتش خلص اللعيبه اتجمعت في نص الملعب على اساس هنلم بعضينا يا جدعان ونروح نحيي الجمهور. وهنا انا جاي اتكلم على موقفين حصلوا. الموقف الاولاني موقف السيد نيني محمود كهربا. محمود كهربا المفروض انا كابتن الفريق محمد الشناوي امر اللعيبه، يلا يا جماعه هنتجمع هنروح ايه نحيي الجمهور وهنصالح الجمهور. المفروض لان احنا خسرنا ماتش باتشوكا في كاس الانتر كونتيننتال، اللي هو كان المفروض ان احنا لو كسبنا الماتش ده هنروح النهائي وهنلاعب ريال مدريد كاول، يعني كحلم لكل الاهلاويه ان اول مره نوصل للمرحله دي. تمام، فالحلم ده ضاع بسبب مستر كهربا. اللي هكلمك فيه النهارده يا حبيب قلبي ان كهربا هو كان المحرض الرئيسي لعدم ذهاب لعيبه النادي الاهلي للجمهور. ليه يا استاذ كهربا؟ عشان الجمهور قبل الماتش قعد يشتم في كهربا وشتم في الشناوي. طب ما هو الشناوي اتشتم برضه، يعني هو الشناوي اتشتم، والشناوي بنفسه كابتن الفريق رايح يا باشا بيقول لك تعالى نروح نحييهم، تعالى نصلحهم. احنا صلحناهم داخل الملعب وهنصلحهم دلوقتي عشان هم اللي في ظهرنا. ما انت يا باشا مالكش غير الجمهور، فانت عملت ايه؟ كابتن كهربا قال له لا يا جماعه يلا نخش جوه. ده الموقف الاولاني بتاع كهربا، اللي هو اصلا حاليا على الفريق، ولا عارف يأدي ولا عارف يلعب. نزل حتى في ماتش باتشوكا ودانا في داهيه في ماتش باتشوكا، انفراد ضيعه وضربه الجزاء الاخيره برضو ضيعه. والنقطة التانية يا حبيب قلبي اللي جاي اكلمك فيها نقطة الكابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان حضرتك مدير رياضي قايم بأعمال مدير الكرة داخل النادي الأهلي، فكان الواجب عليك انت شخصيا كراجل مسؤول بقى عن اللعيبة كلها غير الشناوي. تعالوا يا جدعان روحوا صالحوا الجمهور بتاعكم، صالحوا الجمهور اللي كان بيشتمكوا قبل الماتش، وقولوا له احنا دينا صلحناك يا جمهور النادي الاهلي ونسقف لهم وحقكم علينا واحنا ما قدرناش نحقق حلمكم، ودينا فزنا نتيجة عريضة عشان نراضيكوا فاهم انت الكلام؟ يعني هو كان الموقف ده كان هيحل لك كلام كتير طالع على السوشيال ميديا وانتقادات كتيرة للشناوي والكهرباء والكابتن محمد رمضان، بالاخص كابتن محمد رمضان، لانك انت راجل مسؤول. انت يا كابتن محمد رمضان راجل مسؤول عن اللعيبه دي كلها. ما ينفعش انت اللي تقول للعيبه دي ما تروحش تحيي الجمهور بتاعك. ازاي؟ انت يا باشا عايش على حس الجمهور ده، النادي الاهلي عايش على حس جمهوره. من غير الجمهور اقسم بالله ما مش هتلاقي الفرقه دي اصلا. مين بيحفز اللعيبه بتاعته؟ مين بيروح كل ماتش الاستاد عشان يحفز اللعيبه؟ الجمهور ده هو حصن الامان للنادي الاهلي. مفيش لاعب في النادي الاهلي يقدر على الجمهور، مفيش حد فوق الجمهور. الجمهور هو رقم واحد يا كابتن محمد رمضان. عيب عليك اللي انت عملته بصراحة، انا مستاء باللي انت عملته. انا بصراحة مش زي مدير كورة بيقول لعيبته ما تروحش تحيي الجمهور بتاعها. ازاي؟ حتى السقف ما السقف يعني مفيش شكرا مثلا للجمهور بتاع. لا يا باشا يلا بره وانت بتضحك. خليت السوشيال ميديا كلها بتتكلم على النادي الاهلي وعلى اللي حصل وموقف اللعيبه، وانت يا كابتن